بالنسبه لهاد صحاب يوتيوب وهاد صحاب تيك توك وهادشي، سمعنا بانه حتى هما غاديين يخلصوا هاد العام ابتداء من هاد السنه. من بين الاشكالات اللي جابت هذا القانون الماليه جابوا جوج ديال الاشكالات دستوريه. الاولى تتعلق بالاعتداء المادي، وهذا مصطلح غصب، هذا هو التشرميل كما سمى احد المحامين، وغيكون عليه ضريبه. ثم داروه على الاعتداء المادي. الاعتداء المادي هو في اطار نزع الملكيه، ملي كالدوله ولا الاداره ولا الجماعه ولا احتاجت ارضك للنفع العام، النفع العام عوض دير المساطير كتمشي تاخذوا صحه. هذا كيتسمى الاعتداء المادي، وهذا صحه كتاخذوا كتعوضك. دابا التعويض فيه جوج الانواع: التعويض عن نزع الملكيه والثمن ديال الارض والثمن ديال الضرر. دابا هي جابوا في هذا القانون الماليه ما يسمى عند الفرنسيين ان كافالي بيدجيتير. كنجيو القانون الماليه باش نحلوا فيه اشكالات. الاجتهاد القضائي كيقول بانه نزع الملكيه ملي كتحترم المساطير هذا كيكون عليه الضريبه. الاعتداء المادي اللي فيه الحكم بالضرر هذاك ما يكونش عليه الضريبه. جاو هما قالوا لا، حتى هو خصو يكون عليه الضريبه. وفي هذا الاطار ديال الدخول دخلوا ما يسمى بالعاب القمار، اللي هي كتناقض مع الفصل 32 من الدستور، لانه ما كتحميش الناشئه، ولكن فيه دخلوا جميع انواع الدخول، اي نوع، بما فيها هذا الشيء ديال اليوتيوب وهذا الشيء ديال المحتوى كل شيء. كيديروا مع هذا الشيء دابا، بحال دابا ايرلندا ولا امريكا كتخلص مثلا ضرائب عند صحاب اليوتيوب، كيخلصوا لايرلندا ويخلصوا وكاين قاعده ما يمكنلكش تخلص ضريبه جوج المرات. الازدواج الضريبي هذاك شيء، وهذا المدخول اللي كتدخلوا نتايا، لان انت كتستغل واحد الفضاء. هذاك الفضاء اللي كتستغل فيه راه ماشي انت ملي شريتي هاد الادوات شريتيهم بالطيفيه، راه الدوله عاوتاني خصك انت عندك حق في الطيفيه، عندك حق في واحد العدد ديال الحقوق. في هذا الاطار الدخل اللي كتكون عليه ضريبه شحال، يعني لحد الساعه بالنسبه لالعاب القمار وداك الشيء دار 30% من المحجز، يعني من منبع الحز من المنبع. الباقي التفاصيل انا كنعرف كافا هذيك الكبيره كاع هادو الربعه، كاين اتفاقيه دوليه، امريكان دارت عليهم، اوروبا دارت عليهم، فرنسا مؤخرا دارت عليهم، حتى حنا سولنا قال لك الدوله ديالنا دارت عليهم. ولكن فيما يتعلق بالمحتوى هاد القنوات حنا كنفرقوا بين، في وجهه نظري كنفرقوا بين هادوك الكبار اللي كيربحوا وهذوك الصغار المستخدمين اللي ما خصهمش يخلصوا. علاش؟ لان كيقدموا يا اما خدمه اخباريه واما خدمه ثقافيه او فنيه، او هادو اللي في واحد المستوى ما خصهمش، في نظري ما خصهمش يأديو بينهما. اضيف حاجه اخرى، واحد الانسان عنده غير قناه ديال يوتيوب خاصه ارباح، واحد عنده قناه مثلا ديال يوتيوب كيصرف بها مثلا على مقاوله مثلا حاله واش نفس العمليه؟ لا واحد كيدخل 4 المليون في قناه كلها يعني ربح، وواحد عنده مدخل 4 المليون كيصرف هو 4 المليون على ماشي كيف ماشي كيف انا في نظري ماشي كيف. غير قلت لك انا الدخول كما بغى يكون النوع ديالها في هذا القانون الماليه داروه، ولذلك هذا كيفسر لنا علاش ارتفاع المداخيل. عندي واحد السؤال السي عبد الله. دابا مثلا في دول اخرى كتلقى الدوله كتلقاها مثلا على الاقل موقفه مثلا القطاع العام، مثلا كاين في دول بزاف كتراعي القطاع العام في التعليم في الصحه في كذا، ما كاين مشكل. دابا في المغرب كتلقى القطاع العام كيهلكوه، مثلا التعليم كتقري ولادك في القطاع الخاص كتخلصهم، كداوى من فلوسك وكتقري ولادك من فلوسك، واي حاجه تستهلك شيها انت مخلص فيها الضريبه، اي حاجه فلوس هنا. واش كيبان لك من المعقول وتجي تاخذ واحد الانسان كيقري ولادو من عنده كيداوي راسو من عنده والدوله ما عطيه والو حتى شي حاجه؟ تصور انت كتجيب فلوس من الخارج وتجي تعطيها للدوله وهي ما كتوفر لك حتى حاجه، لا تعليم لا صحه، وعاد كتلقى مويل الفلوس ما كيخلصوش ضرائب. هذيك العداله الضريبيه مثلا، مويل الفلوس حقا انت عطيتي لحالات الناس اللي كيضربوا شحال من طوموبيله كتسيركيلا في الزنقه، الملايير ديال الطوموبيلات. انا كيبقى عقلي تنقول هذا المازوت شنو كيدخلوا هادو؟ خصهم يخلصوا واحد 60%، تقطع لهم 60% ماشي حتى 40%. هذا الشيء من وكيتبعك انت ما وفر لك منصب شغل، قريتي ما عطاك منصب، مشيتي بوحدك كدير محتوى، اش كتوفر لك الدوله وانت كتقري ولادك من عندك وتداوي من عندك وفي الاخر دير لك 40%؟ هو جوج ديال الامور اسدي حميد. شوف، الاولى حق الدوله علينا ما نكروش، لان الفصل 39 و40 من الدستور كل واحد كيساهم في حدود المعقول بالقدر الذي يستطيع في الاقتصاد ديال البلاد. ولكن في نفس الوقت خصنا نطالبوا، لانه في عدد من الدول حتى في القطاع الخاص الدوله كتعاون. انت كتمشي تقرر، لانه في نهايه المطاف القطاع العام مدرسه، خدينا مدرسه شنو هي؟ مدرسه هو مكان، هو واحد المكان، هو اساتذه، هو برامج، هو يعني ميزانيه. هذاك اللي في القطاع الخاص
راه نفس الامر. صحيح. فهذوك العدد اللي ما كانوش غيكونوا هنا كانوا صحيح. غيكونوا هنا. عبد ولذلك الله. حنا درنا بعض المقترحات السنوات اللي مضات فيما يتعلق بمساهمه الدوله في القطاع الخاص، يعني الناس اللي كيقريو وليداتهم، حيت هادو في نهايه المطاف راه كانوا يقراو عند الدوله. متفقين. فاذا واحد الحد ادنى تساهم به الدوله. واجهونا بانكم وزير نتوما التعليم قال لك انا الرسوم ما نقدوش عليهم. هادشي حتى كيتخلاو على كل شيء. وزير التربيه الوطنيه انا سمعته قال لك الرسوم كذا، الاخر قال لك ما قاد على لافوكا، الاخر ما قاد على قال لك لوبي المثليه، ما قادين على المزاليط.